ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا معاكم مروه السمان، قناتي من الصعيد. النهارده بعمل لكم فيديو جديد. بعمل لكم رز بلبن. بصوا الرز دوت، انا كنت كوبايه شاي معيار، كوبايه شاي مليها رز، وحطيتها في شويه ميه، وسبتها تغلي شويه مع رشه ملح. ودلوقتي وقت الغليان هنعمل ايه؟ هنرجعها كده عشان ما يفرش، وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني هنا بعد ما اتشرب الميه وطاب نص طيبان. هنعمل ايه؟ هنزوده باللبن. ونسمي الله بسم الله. كوبايه الرز يا جماعه بتاخد كيلو لبن، واللبن ده انا غلياه ليه؟ عشان يطلع كل القشطه والدسامه فيه. بصوا شايفين كوبايه الرز شكلها ايه؟ ملت الحله. هنسيبه يغلي وهنوارب عليه زي ما قلنا بالغطا، وهنرجع لكم تاني. شايفين القشطه اللي على الوش؟ القشطه دي لونها اصفر ليه؟ عشان اللبن دواتي بقر على جاموسي، ده لبن من المعمل. هسيبه يغلي واوريهولكم في الاخر. ورجعت لكم تاني وحطيت السكر، وحطيت فانيليا باودر، وهقلب فيه. انا طفيت عليه على فكره، هو كده طاب. وهقلب فيه وهغرفه واوريهولكم. يلا سلام. ورجعت لكم تاني. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في الزينة اللي انا عاملاها دياتي؟ بصوا الكرمشة ازاي. الرز بلبن صعيدي وزي بتاع المحلات بالظبط، وحطيت له جوز هند وزبيب اللي موجود عندي. اتمنى انكم تجربوه وتدوقوه، وتعملوا له اشتراك واكسبلور وكومنتات حلوة بقى. نفسي اعرف انتوا بتشوفوني انتوا منين، فقولوا له بلدكم فين. سلام.